انتوا عارفين ان قريش عرضت عرض على الرسول؟ العرض ده حقيقي، انا مش عارفه ازاي جات لهم الجراءه ان هم يعرضوا عرض زي ده على الرسول. تعالى اقول لكم ايه هو العرض. قريش عرضت على النبي ان هم يدوله فلوس كتير جدا جدا جدا، وان هو هيكون اغنى راجل في مكه، وهيجوزوه ما شاء من النساء، يعني يشاور كده على اي حد هم هيجوزوها له على طول، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ الشرط ان هو ما يذكرش الآلهة بتاعتهم بأي سوء. طبعا النتيجة كانت ان العرض بتاعهم اترفض. النبي صلى الله عليه وسلم رفض العرض بتاعهم، فعرضوا عليه عرض تاني. قالوا له خلاص، طالما انت متمسك بالإله اللي انت بتعبده، احنا نعبد إلهك سنة وانت تعبد الآلهة بتاعتنا سنة، وتبقى كده ماشيه ايه جميل. يعني هم يعبدوا، هم ما عندهمش طبعا مشكله، يعني الناس بتعبد اصنام، يعني عندهمش مشكله ان هم يعبدوا ربنا سنه، يعني عادي. وطبعا العرض بتاعهم اترفض، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. نزل بقول الله عز وجل: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الآيات دي نزلت في قريش. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني قل أيها الرسول يا أيها الكافرون لقريش لا أعبد ما تعبدون، أنا مش هعبد دلوقتي في الحاضر ولا في المستقبل اللي انتوا بتعبدوه اللي هي الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني انتوا كمان مش هتعبدوا ربنا اللي أنا بعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم، وأنا برضه مش هعبد الآلهة بتاعتكم لا دلوقتي ولا بعدين، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وانتوا برضو مش هتعبدوا ربنا اللي أنا بعبده. لكم دينكم ولي دين، ليكوا دينكوا اللي انتوا ابتدعتموه وطلعتوه من الخيال وبنيتوا أصنام وقعدتوا تمجدوا ليها، وليا ديني اللي ربنا أنزله عليا. ودي كانت قصة سورة الكافرون. لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.